حلقة جديدة من بسمة عمل. ما تستناش اللي يطورك. عارف اللحظة اللي بتحس فيها انك بتشتغل بس مش بتتقدم؟ كل يوم بتصحى تروح وترجع لبيتك تاني وتسأل نفسك هو انا بعمل ده ليه؟ نحكي لك بقى على قصة مهمة جدا عن شاب شغال في شركة من 4 سنين، بيصحى بدري بيروح متأخر، بيشتغل بإخلاص وتفاني عشان حاسس ان المكان ده بتاعه. بس كل ما نتكلم معاه نقول له او يقول لنا انا حاسس اني ثابت، محدش بيطورني، مفيش فرصة، مش عارف اخرج من الكومفورت زون. في يوم قلت له هو انت مستني مين يطورك؟ سكت وقال لي بص، اي مكان بتشتغل فيه هيكون فيه مدير شايف ومدير مشغول، هيكون في ناس هتساعدك وناس هتنساك، بس الشخص الوحيد اللي ما ينفعش ينساك هو انت. لو فضلت مستني حد يشاور عليك ممكن تعجز وانت لسه في نقطة البداية. انا مؤمن بحاجة، الشغل عمره ما بيطور حد، اللي بيطور هو نظرتك للشغل وانت نفسك. كل يوم دخلت بتساؤل بيقول هتتعلم ايه النهاردة او هتعمل ايه النهاردة. صدقني حتى لو بتشتغل في ارخم شغلانة في العالم هتخرج منها بشيء يغيرك. التطوير مش بس ترقية وان انت تكون وصلت لبوزيشن كبير ولا كورس دفعت فيه 5000 جنيه. التطوير هو قرار بتاخده وانت بتغلي الشاي الصبح وتشرب النسكافيه بتاعك. انا النهارده هخرج بحاجة مفيدة، النهارده عندي هدف في الشغل، حتى لو محدش شايفني، حتى لو في بوزيشن صغير، حتى لو في بوزيشن كبير. انت اللي بتقرر تعمل ايه في يومك، انت اللي بتقرر عايز تعمل ايه في يومك، انت اللي بتقرر انت عايز توصل في ايه بكرة بناء على اللي عملته النهارده. نصيحة مني، ابدأ النهارده وطور من نفسك كأنك بتوظفها او بتجهزها لوظيفة احسن. حتى لو لسه مش شايف، كل معلومة، كل مهارة، كل تجربة هتضيف لك نقطة، وبكرة النقط دي تبقى خط، والخط ده هيكون طريقك. السؤال ليك النهاردة، لو مفيش حد هيطورك انت هتعمل ايه عشان تطور نفسك؟ واكتب اول خطوة النهاردة حتى لو كانت بسيطة. اشوفكم على خير في بسمة عمل جديد.